السلام عليكم، انا كينج سكال ومعايا النهارده لعبه تعتبر عنتيل المجال في فئتها. بيلعبها عرب بشكل مفرط جدا، وفي ناس بتكسب من وراها فوق ال 5000 جنيه في الشهر. عزيزي، احنا هنتكلم النهارده عن البيون اونلاين، وخلينا نبدا. البيون اونلاين واحده من اهم العاب الام ام او ار بي جي للموبايل والبي سي، واللي معنى العبط اللي لسه قايله ده هي ماسيلفي مالتي بلاير اونلاين جيم. بالعربي يعني لعبه متعدده اللاعبين. واحد يقول لي ما فهمتش برضك، اقول لك يعني عباره عن اوبن وورلد او عالم مفتوح بينزل تلعب فيه انت وعدد معين من الناس. والصنف او صنف والصنف او النوع ده من الالعاب بيبقى نوعين. نوع بتكون ماشي فيه على احداث قصه، وفي يعني باحداث قصه بشكل باحت، بيكون قصه وانت بتلعبها بس. وفوق كده بتبقى اونلاين وفيها كده زي نظام قصص جانبيه او احداث جانبيه، دي بتبقى اللي انت لو عايز تلعب مع تيم او نظام الفريق يعني. وتقريبا 90% من النوع ده بيكون للموبايل، والنوع التاني بيكون عبارة عن قصة صغيرة وبيفهمك فيها اللعبة، بعدها بيسيبك انت تتعامل حرفيا. بينقل شخصيتك من عالم البشر اللي هو كوكب الارض لعالم اللعبة دي. النهارده معايا لعبة عبارة عن عالم تاني حرفيا، فيها نظام اقتصادي كامل، وناس بتجمع موارد، وناس بتاخد الموارد دي تصنع بيها اسلحة، وناس بتاخد الاسلحة دي تحارب بيها، وليها سوق فيه نظام اقتصادي شبه معقد. وانا ان شاء الله اوديك في العالم ده. واحد يقول لي عبارة عن ايه بقى العالم ده يا عم كينج؟ اقول لك يا قلب كينج، بص بقى، انت في الاول بتكريت شخصيتك عادي جدا، بتصنع لك شخصيه في اللعبه، وبتلعب التوتوريال، وبتنزل في واحده من الخمس مدن دول، وبتنزل اقل ما يقال عنك انك بتكون حسالة. دي اقل كلمه توصفك بجد يا جدعان، ساعتها دي اقل حاجه توصف. طب ازاي بقى ما تكونش حسالة يا عم كينج؟ هي انك بتختار طريقك من الخمس طرق دول، يا اما هتكون جازرينج بلاير، ولا هتكون كرافتنج بلاير، ولا هتكون ريفاينر بلاير، ولا هتكون بي في اي بلاير، ولا هتكون بي في بي بلاير. طبعا انت مش فاهم انا بقول ايه، وانا فاهمك بس بشكل بسيط عشان اقدر احلب السلسله، قصدي عشان اقدر اتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. ايه ده؟ بس انت قلت عشان تقدر تحلب السلسله. انا ما حصلش، عيب عليك يا عزيزي، ده انت حبيبي. المهم نرجع تاني ونبدا صح، انا نسيت اقول حاجه، ان العالم ده اكبر من 5 مدن بكتير جدا، وفي 4 انواع من الزون. بمعنى ايه؟ في مدن بتبقى مثلا الازرق البلو، دول محدش يقدر يقتلك فيهم ابدا، وفي اليلو يقدر، بس يعني يقدر يقتلك بس ما يقدرش ياخد حاجتك، بيوقعك نوك بس. وفي الريد الاحمر، يقدر يفعل وضع القتل ويدور فيه على ناس ويهجم عليهم ويقتلهم، تمام. وفي الحرب مش بيقتلك، هو بيفشخك. وفي البلاك او الاسود، ودي جهنم على الارض، كل حاجه فيها يعني هدفها تموتك، الاساسي انها تقتلك، تمام. وكل شخص بيلعب اللعبه دي وواقف في البلاك زون، كل هدفه انه يقتل اي حد قدامه. العالم ده في البلاك زون ما فيهوش اي نوع من انواع الرحمه، بتبان الصوره الحقيقيه للانسان اللي شبه الشيطان في البلاك زون. صدقني لما اقول لك ان كل حد واقف في البلاك زون دي قلبه نفس لون الزون، اسود. وكده نكون خلصنا شرح العالم، نرجع بقى لشرح الخمس اساليب لعب. نبدا بالجازرينج، وده تقريبا واحد من اكتر الحاجات اللي انصح اي حد لسه بادئ اللعبه يلعبها لو هو لوحده. لوحدك جزر كتير، معاك 4 اصحابك يبقى لا، هو جزر ساعه ساعتين بس كده كل يومين مثلا، لو انت مش حمل الجازرينج وكده يعني. بس لو انت زيي يبقى تعالى اقول لك ازاي تستفيد وتستمتع بالجازرينج ده. اول حاجه الجازرينج هو تجميع الموارد اللي بتصنع منها كل شيء في اللعبه، من لبس الاسلحه لجميع انواعها، يعني جميع انواع الاسلحه واللبس ده. وفي 5 موارد بتجمع، وهي الحديد، الجلد، القطن، الخشب، الطوب. كل واحد فيهم مهم وليه 8 ليفلات. معنى هنا ان يعني ليكن الحديد ليفل 1 2 3 4 لحد 8. وهنا في اللعبة ما اسمهاش ليفل، اسمها تير 1 تير 2 وكده يعني. قشطة. ده طبعا مش كل الجازرينج ده، يا دوبك عناوين بس، عشان لسه عايز اتكلم عن حاجات تانية. انا هديك مجرد عناوين للحاجات دي عشان الفيديو ما يبقى الساعة بس. عايزك تعمل سبسكرايب عشان تشوف الشرح اللي جاي. كده بقى خلصنا الجازرينج، نروح بقى للكرافتنج. الكرافتنج ده امن واحسن شيء في اللعبة للناس اللي معاهم راس مال. بمعنى هنفرض انك راجل قدرت تحوش 10 مليون في اللعبة، ازاي تستفيد بيهم؟ هتعمل كرافت، وهو انك هتصنع شيء في اللعبة، سلاح، تمام. خوذه بقى، شوز، شيست، درع، اوف هاند، اي شيء انا ماليش دعوه. وبعد ما تصنعه هتحطه في السوق، هيجي لاعب تاني يشتريه. بس كده؟ لا مش بس كده، في نوعين من الكرافتنج، بلاك ماركت كرافت ونورمال ماركت كرافت. البلاك ماركت كرافت ده انت بتبيع للسوق السودا في اللعبه حرفيا، ده حسب قصه اللعبه يعني. والبلاك ماركت موجود في مدينه في نص العالم اسمها كيرليون، ودي اخطر من البلاك زون يعني. بالنسبه ليك ككرافتر ده اخطر مكان في العالم.
وهيفهمك ليه بعدين. والنورمال ماركت انت بتبيع في الماركت اي مدينه من دول، يعني اي مدينه عاديه يعني عادي تتنقل ما بينهم مفيش مشكله. بالنسبه بقى للماركت ذات نفسه انا هشرحه في الفيديو بتاع الكرافتنج دون بالماركت بكل حاجه هشرحه فيه. ليه؟ عشان ده واحد من اكتر الانظمه المعقده في اللعبه، وتقريبا اكتر واحد بيجيب فلوس لدرجه ان الاول على العالم في اللعبه كرافتر اساسا. المهم نروح للي بعده وهو ريفاين. بص بقى، الريفاينر شبه الكرافت شويه يعني من ناحيه الايه الاحتكاك بالماركت. هو عبارة عن تحويل المادة الخام، ليكن الحديد مثلا بيكون مادة خام شكله كده، وانت بتحوله لكده عشان يقدر الكرافتر يستعمله في صناعة الحاجات التانية. والموضوع بيبان بسيط بس صدقني ده أكبر معلش في اللفظ يعني شيء في اللعبة، وأكترهم تعب. بس من ناحية الفلوس فهو بيجيب فلوس كتير فشخ. اعمل سبسكرايب ونروح للي بعده هو البي في اي. مين اسمه؟ هو انت كلاعب ضد الموبس او الوحوش في اللعبه. يعني مثلا في حاجات كتير قوي وفي انواع دنجن كتير قوي. شفتوا دنجن دي؟ دنجن قلبت صعيدي من سوهاج. ما علينا. دنجن كتير قوي هكلمك اللي هتبدا بيهم دلوقتي اول ما تنزل اللعبه. انت بتبدا بحاجه اسمها السولو دنجن بيكون لونه اخضر زي ده. ده هيديك في حدود ال 30000 عمله. اسم العمله هنا في اللعبه السيلفر. في حاجه، لو انت تحتك بالمجتمع بتاع ألبيون اللي هي الناس بتاع ألبيون فانت لازم تحفظ المصطلحات، لان الناس هناك مش بيفهموا. مثلا يقول لك ايه الجنيه بتاع اللعبه، جنيه يا صاحبي انا مش فاهم حاجه. فبعد اذنك حاول تحفظ المصطلحات، صدقني هتسهل الدنيا عليك وعلى ناس كتير قوي لما تيجي تتعامل. المهم نرجع تاني. انا بقولك ان الدنجن او الكهف الاخضر دون، تمام. السولو دنجن اسمه كهف الاخضر. سولو دنجن انت شوف الكهف الاخضر ده سولو دنجن ماشي، ده بيديك 30000 سيلفر. انت كلاعب جديد دي ثروه على فكره. انت كلاعب جديد 30000 ده مبلغ محترم، ممكن يضرب معاك وتلاقي مليون عادي جدا. وساعات حتى في ناس تلاقي 3 مليون، مش تبقى فاهم، في ناس بتلاقي ملايين. بس النسبه دي قليله يعني، ما تعتمدش ان انا هنزل وهتطلع لي وهبل ده، لا النسبه دي قليله. وبتلاقي الفلوس دي على هيئه ايتمز، تاخد الايتمز دي وتروح بيها الماركت وتحطها في الماركت وتبيعها. الموضوع يبان سهل وكل حاجه تمام، بس انت ايه استمر. يعني انت لو هتبقى بي في اي بلاير تمام، ما انصحكش تلعب سولو كتير. ليه بقى؟ لان انت لو عرفت تجمع شويه صحابك او 4 صحابك وتلعبوا جروب دنجن في البلاك تمام، هتجيبوا ثروه، حرفيا ثروه. هتجيبوا فلوس كتير جدا يعني كنت انا واحد صاحبي اسمه يامشي والشله كده، ايام ما كنت بلعب اللعبه كتير. انا كنت بقعد ممكن 12 ساعه بلعب اللعبه، انام اصحى اللعبه انام اصحى اللعبه بس كده تمام. كنا بنجمع فوق ال 30 مره والله العظيم، جمعنا 33 مليون في يوم واحد. والله العظيم انا فاكر اليوم ده، او 32 مليون. مش فاكر ال 32 مليون عشان ما كنتش بحلف كدب يعني، بس هو كان مبلغ فوق ال 30 مليون. فصدقني الجروب دنجن دي احسن حاجه يعني ساعتها تمام. في الفيديو الجاي اللي هكلمك فيه عن البي في اي هحدد لك لحد دلوقتي شغاله الجروب دنجن وكده ولا لا، وهقول لك كل انواع الدنجن في اللعبه، وهفهمك ايه الاماكن الكويسه اللي تروح مثلا اللي هو تقتل فيها الموبس دي في امان ولا لا وكده، وان شاء الله الموضوع يبقى تمام. المهم نرجع تاني للسولو دنجن. انت السولو دنجن في اليلو العادي هيديك في حدود ال 30000 تمام، ونسبه ان هو يضرب معاك لمليون دي ما اظنش ماشي. اما يعني بقى في البلاك، لو انت راجل بقى محترم بتروح البلاك تروح كده تلعب لك مابا مثلا تبقى تير 8 فلات تمام. هفهمك برضك ايه الفلات وايه الانشانتد برضك في الفيديوهات الجايه ان شاء الله عشان تبقى فاهم. ونروح للبي في بي. بص بقى من اولها، البي في بي ده معمول للناس يعني اسف معلش انا اسف قلتها كتير الفيديو ده بس انا اسف يعني. المهم يلا نكمل. ده في منه نوعين، بي في بي طبيعي وبتروح اماكن مخصصه لده، اماكن مخصصه للبي في بي. بيبقى انت ويعني حرفيا معلش في اللفظ تبقوا عاملين زي الكلاب تمام، بتفضلوا تنهشوا في لحم بعض. ده هو البي في بي في الاماكن دي تمام. والكسبان بياخد لوت التاني، واللوت التاني ده والله العظيم في واحد اسمه كوكو لوتو بيبقى فوق ال 100 مليون. وال 100 مليون دي اضرب المليون في 16 تقريبا كده 1600 جنيه صح؟ حسبتها صح؟ 1600 جنيه المهم. والنوع التاني بيبقى من الاخر كده قطاع طرق، بيسبق الناس اللي لسه راجعين من دنجن او الناس اللي بتنقل حاجتها من مكان لمكان زي الكرافتر او الجزرر. والنوع ده مش محتاج كلام كتير، هتكلم عنه مع البي في اي كده مثلا. بس ملخصه هو ان اللعبة عبارة عن مالتي بي في بي، يعني اللعبة دي مدية حرية للناس اللي بتلعبها وتقتل بعض. وفي كمان حاجة اسمها زي في زي. يعني ايه زي في زي؟ يعني زرج قصاد زرج، يعني ده عدد بيوصل والله ال1000 لاعب. انا حلفت كتير قوي في اللعبه دي عشان في حاجات الواحد لما بيسمعه مره ما بيصدقهاش، بس عشان عايزك تفهم انت داخل في العالم ده والعالم ده عباره عن ايه
فعايزك تصدق كل كلمه هو لك هنا. واللي يقول لك اللي يقول لك ما يقلل من حاجه او يزود على حاجه انا قلتها، ده كذاب. ده كذاب، لان اللي انا بقوله ده نتيجه خبره. وصدقني لما اقول لك انا مش مدرس بتاع ثانويه عامه هاجي اكدب عليك واقول لك اسمع كلامي يا ابني، انا عارف مصلحتك فين. انا جاي اعرفك انت داخل على ايه. لو انت حابب الفيديو ده او حابب مثلا فكره الفيديو ده عن اللعبه دي، تمام، فصدقني اللعبه دي هتديك متعه جباره، حرفيا متعه جباره. لو انت راجل بتيجي من شغلك تعبان فاللعبه دي مش بتاعتك. معلش انا اسف. نرجع تاني للزي في زي. الزي في زي دي ده هو زرج قصاد زرج، عدد بيوصل ل1000 لاعب، ممكن يكون 500 ضد 500 متجمعين، كل فريق فيهم تبع جلد معين، جلد يعني نقابة أو تحالف، ودول ضد بعض للسيطرة التامة على خريطة كاملة أو ممكن أكتر. يعني ساعات والله يعني في ناس بتكسب ممكن تاخد 4-5 خرايط، فاهم؟ وكمان بياخدوا أماكن، والأماكن دي بقى بإيه ميزتها؟ كل الموارد الطبيعية اللي في المكان ده بتبقى تبع الجلد دي. حلو. وصاحب الجلد بيعين ممبرز، يعني اعضاء من الجلد اسمهم ممبرز، ها احفظ المصطلحات، من عنده يلفوا في المابا زي الحكومه يقتلوا اي غريب فيها. وطبعا بعد الزي في زي بيكون اللي هي بعد الحرب دي بيكون في ناس في المجتمع هنا اسمهم الرات، او اللي هي فران، مش عارف انت كلمه معلش انا الناس دي بتجمع اللبس او بتجمع الاسلحه وايا يكن من الناس اللي ماتت وبياخدوه يبيعوه. تمام. انا مش بي بلاير، بس انا لعبته فتره كده وهفهمك اللي انا اعرفه في فيديوهات تانية هتشرح الموضوع باكثر دقه. وبس كده يا عزيزي، ورب يكون الفيديو عجبك. ولو الفيديو عجبك عايزك تقدرني انا ونتاشي دي تبقى مصممة الجرافيك بتاعت القناه. عايزك تقدرنا وتعملي لايك على الفيديو وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد مني انا وهي. والى اللقاء.